أهلا بيكم يا جميلات. يمكن تكوني دلوقتي حاسة إن الأيام كلها شبه بعض، نفس الروتين، نفس التعب، نفس التفاصيل اللي بتتكرر كل يوم. بس خليني أقولك سر بسيط: النهاردة مش يوم عادي، النهاردة هو أهم يوم في حياتك. ليه؟ لأن النهاردة هو اليوم الوحيد اللي في إيدك فعلا، مش امبارح اللي خلص ولا بكرة اللي لسه مجاش. النهاردة هو فرصتك تعملي حاجة صغيرة، خطوة ممكن تغير كتير. لو نفسك تصلي وبقالك فترة بتأجلي، صلي دلوقتي. ركعتين صغيرين بينك وبين ربنا ممكن يبدلوا طاقتك كلها. لو نفسك ترجعي تكتبي أو تهتمي بنفسك أو حتى تخرجي تمشي شوية، ابدأي النهاردة. مش لازم تستني يوم مناسب ولا مزاج مثالي. النهاردة هو الوقت اللي تقدري ترجعي فيه لنفسك، مش علشان تعملي كل حاجة مرة واحدة، لكن علشان تثبتي لنفسك إنك لسه قادرة تبدأي. ابدأي بخطوة بسيطة، خطوة واحدة بس. اعملي حاجة ليكي، مش لأي حد تاني. اشربي قهوتك بهدوء، اكتبي كلمتين، أو حتى خدي نفس عميق وقولي لنفسك: أنا لسه هنا ولسه أقدر. بس خليني أقولك كمان الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك. لو ما بدأتيش النهاردة، ولو كل يوم قلتي لسه شوية، الوقت هيعدي والفرصة هتضيع. ومش لأنك مش قادرة، لكن لأن التأجيل بياكل الحلم شوية شوية. كل يوم بتأجلي فيه بتبعدي خطوة عن الشخص اللي نفسك تكونيها. عمرك ما هتتقدمي طالما بتستني اللحظة المناسبة، وعمرك ما هتوصلي لو فضلت تأجلي البداية. ابدأي النهاردة بخطوة بسيطة، يمكن تبان صغيرة، بس هتكون أول فرق حقيقي في حياتك. خدي النهاردة كفرصتك، مش كروتين جديد. النهاردة هو أول يوم من الباقي من عمرك. عيشيه كأنه البداية اللي كنتي بتدوري عليها من زمان. وما تنسيش تشتركي في القناة علشان توصلك كل حلقة جديدة من شفاء النفس، مكانك الآمن اللي نرجع فيه نحب نفسنا من تاني.